أول مرحلة بتحصل هي مرحلة التشويش. إيه مرحلة التشويش دي؟ بحس فيها كده الشخص المنفصل. واحنا هنا بنتكلم على رجل او امرأة، لان مش شرط ابدا اللي بيحس بالانفصال وبيتوجع منه بيبقى هو المرأة. لا، الرجل كمان بيتوجع من الانفصال، والرجل كمان الانفصال بيأثر فيه. فاحنا بنتكلم على الذكر والأنثى. أول مرحلة وهي مرحلة التشويش، زي ما بقول لكم المرحلة دي بيبقى في داخلنا صوتين بيتصارعوا مع بعض وبيعملوا لنا لخبطة كده وتشويش. الصوت الأولاني اللي هو أنا أقدر، أنا هقف على رجلي، أنا لازم أتحرك، أنا همشي لقدام، أنا خلاص، أنا اندبنتد وومن أو أنا اندبنتد مان بقى. وهقدر والكلام ده. وشوية تانية الصوت اللي بيجي يقول لي أنا وحيدة، أنا مش هقدر، أنا موجوعة، أنا متلخبطة، أنا مش قادرة أصدق إن ده اللي حصل، أنا مش قادرة أصدق إن هي فعلا سابتني، أو إن هي خلاص ما بقتش موجودة. الصوتين دول بيفضلوا كده ايه، يلعبوا بيا الكورة، شوية الصوت ده يشتغل وشوية الصوت ده يشتغل، وانا ببقى مشتت ومتلخبط، شوية حاسس بقوة وشوية حاسة بضعف وانكسار. ده طبيعي جدا عشان ما نقلقش. تاني مرحلة وهي المرحلة اللي فيها بيحصل ايه بقى؟ الانسحاب الداخلي. يعني ايه الانسحاب الداخلي ده بقى؟ انا عيطت وصوت وغضبت واتخانقت مع نفسي، والصوتين قعدوا يقطعوا في بعض كل يوم بحال. المرحلة دي خلصت، انهكت، وصلت لمرحلة الانسحاب. انا حاسة اني وحيدة، انا مش عايزة حد يكلمني، مش عايزة صوت، مش عايزة حد يقول لي معلش، ومش عايزة حد يقول لي خليكي قوية وخليكي كذا وخليكي كذا. مرحلة الانسحاب دي اللي أنا بحس فيها بوحدة، وببقى عايزة الناس تاخد بالها مني، وفي نفس الوقت عايزة أفضل لوحدي. برضو صوتين بيتخانقوا مع بعض، لكن بميل أكتر للعزلة. في الوقت ده بحس إن في دماغي سيناريوهات عمالة تتبني. آه هو أنا غلطت؟ هو الشخص ده خلاص ما بقاش موجود في حياتي؟ ياه، لا أنا متعلقة قوي بيه. أنا مش متعلقة بحبه، أنا متعلقة بالحالة، بهذه المرحلة، بهذا الحلم اللي أنا كنت موجودة فيه وفاكرة إني هكمل وبانية فيه أشياء وأشياء وأشياء. أنا متعلقة بأمل ما تحققش. يمكن وانتوا جوه المرحلة دي ما بتبقوش فاهمين ده، ما بتبقوش فاهمين إن هذا التعلق ممكن يبقى مش بالشخص، ولكن بالمرحلة الحلم اللي انتوا كنتوا متعلقين بيه. ويمكن كمان تكتشف ان لا، المرحلة دي كانت احسن، يا ريتني ما مشيت. حتى لو انتي او انت اللي طالبين الانفصال، انتم اللي كنتوا عايزينه، لكن برضو هتحسوا بده. فبتبقى مرحلة شوية صعبة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشكل من جديد. وصلنا بقى للمرحلة الحمد لله اللي كل اللخبطة اللي في دماغنا وفي جسمنا وفي نفسنا وفي ذهننا بدأت تهدى، وبدأنا المنطق يطلع أكتر. الإحساس المتزن بدأ يستقر أكتر، وبدأنا نحس إن إحنا أحسن. طب المرحلة دي بتحصل امتى؟ لما يحصل انتصار كبير، لما احس ان انا ما حصلتش، لما احس ان انا مش عارف اديته على دماغه لما قابلني ولا همني، لما احس ان انا اوبا رحت بسرعة ارتبطت بحد وهي ولا اكنها كانت موجودة في حياتي خالص. مرحلة التشكيل الجديدة دي ممكن تحصل بحاجة أبسط من كل ده. ممكن تحصل بلحظة وعي زي اللي احنا بنعملها الوقت دي فقط. ممكن تحصل إننا بدأنا نقول لنفسنا إيه ده، احنا لسه موجودين، أنا لسه بتنفس، أنا لسه في حاجات بتعجبني في الحياة، أنا لسه عندي حلم ممكن أحققه، أنا لسه قادر
ان انا اقوم الصبح بعد ايام كتير كنت نايماها ومش قادر او مش قادر اتحرك او دي اللحظة اللي بيبدأ فيها المرحلة الجديدة والجميلة، اللي هي مرحلة التشكيل أو التشكل من جديد. مجرد لحظة وعي.